مشغول اليوم مشغول بكره، ما حد يقدر يسوي مسابقه ويقول والله ما يرد يروح يسحب على حد ثاني. لا تخيل شهر موجود يجيب وكاله، يعطي وكاله حق اخوه عشان يستلم السياره من السعوديه. رد صار اونلاين. حلو. اتصل. انا ما ادري، احس هذا الانسان مره بسيط وهذه السياره يعني بسد حاجته. في الموضوع نجي هنا بس قدام. يلا. وعليكم السلام. جاهز؟ تعال هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخوي احمد محسن. الله. انت من وين حبيبي؟ من اليمن. من اليمن. انت شغال في وين؟ السعودية. انت وين في اي منطقة عايش في السعودية؟ الأحساء. ما شاء الله. انت اشتركت في شيء يتعلق في الدخول الاماراتية؟ اي نعم. وش اشتركت فيه؟ يا مرحبا بريان. يلا حيا. قد محبة بريان عندك؟ ما توصف، وساكن في المبرز جنبه. والله ساكن في المبرز جنبي. والله جاور السعيد 9. معي يا احمد معك ابو عبد الله. حياك الله يا مرحبا ومساء بعد. بس انت قلت لي الحين اخوي احمد، انت قلت لي توي مخلص سنابات. الله اي والله. وش صار ببريان؟ قبل شوي انا كتبت خلوكم جنب جوالاتكم. اي نعم. شفتها هذه؟ والله انا شفتها الحين مع. طيب خلينا نرجع حق وش كبر محبة بريان عندك. والله محبة يا طويل العمر. يعني لو حصلت حاجة ممكن تشارك بنص بريان؟ ابشر عيوني للسامع على الحلال كله. اكيد ترك جاري في مبرز. اي نعم. احمد محسن. الله تفضل. انت الوالد والوالدة موجودين؟ الوالد الله يرحمه. الوالدة إن شاء الله يرحمه. والوالدة في اليمن. الوالد الله يرحمه. الله يرحمها. راضي الوالدة انت؟ الحمد لله. راضية عنك؟ الله. طيب اجل اسمعني، تفضل. ابيك تتصل على الوالدة الحين طيب. وتبشرها وتقول لها عشان رضاك علي الله رزقني بجي كلاس اخر موديل. مبروك يا احمد يا محسن، مبروك. دخول الاماراتية قدمت لك سيارة باكثر من 1,000,000 ريال. معك مالك دخول الاماراتية، تفضل يا حبيبي. ألف مبروك يا أحمد محسن، تستاهل. ألف مبروك يا أحمد. الشباب كلهم يباركون لك. تستاهل. كانك المبرز انا جاي لك مبرز. ألف مبروك. هذه حقيقة مو حلم، تستاهل. ألف مبروك. بس احسك احمد محسن مو فرحان، شكلك انت عندك لا والله الحمد لله على كل حال. اقول لك شيء يا احمد محسن، جاني شعور ما اعرف، انا اول مرة كذا جتني قشعريرة وانا قاعد اقول لك هذا الخبر. اي والله. وان شاء الله انها تستحقك يعني راح الكلام، انك تستحقها وتكون كذا يعني تسد حاجتك وحاجة العيلة كلها. اللهم امين. الله. ألف مبروك يا أحمد محسن. أنا بستأذن أبو عبد الله، بما إنك أنت في الحسا، إنك يوم اللي تستلمها تشرفني عندي في المزرعة، أقوم واجبك وكذا وتستلم السيارة من المزرعة. يستاهل. راح يجي للإمارات يستلمها. نسوي كذا في الحسا، يعني نتمشى مع بعض كذا. مبروك. روح اتصل على الوالدة وبشرها يا حبيبي. الله يبارك. وألف مبروك مرة ثانية يا أحمد يا محسن. تفضل. في شيء غريب حصل يعني مع كل الشباب، سبحان الله، حق هذا الشخص الفائز هذا، والله العظيم مشاعره غير.
يعني رغم ان كلامه يعني كان في رجفه، لكن ما اعرف انا والله جاتني قشعريره. الشباب يقول لك جاته قشعريره، ابو دحيم دمعت عينه والله جد. يعني الله يبارك له، الله يبارك له، الله يبارك له، ويجعل فرحته ان شاء الله معوضه حق كل شخص ان شاء الله محتاج مثله. قولوا امين. وباذن الله باذن الله صاحب هذا الكذا لازم انا اقوم بواجبه واعرفكم على صاحب النصيب. ترى اللي يرضى والدينا ما يضيع، ربي يوفقه ويفتح له اشياء كبيرة.